نفسي نفسي افضفض لكم كده، اقول لكم حاجه. نفسي اقعد شهر في حياتي مرتاحه من غير ما حد يضايقني ولا يعمل لي مشكله. نفسي انا قاعده اهو بشتغل، مفيش اي حاجه، اتاخد اسمي واتاخد فيديوهاتي واتعمل بيها كامبينز كبيره، وفيسبوك بيعمل سبونسرنج للفيديوهات وبيدفع عليها مبالغ طائله لانهم بيبيعوا من ورا اسمي مبيعات رهيبه. اسمي بيستغل في حاجات انا معرفش مصدرها ايه ولا هي ايه خالص. اروح عشان اضيع شويه تجاعيد اتشوه بقية حياتي واطلع حراميه. بصوا كله كوم، وان انا محتاله ده كوم تاني. حسبي الله ونعم الوكيل. نفسي ارتاح شويه، نفسي نفسي الدنيا تمشي مثلا شهرين 3 كده عادي. شكرا، ربنا يخليك والله. يا بتاع 2017 ده. ربنا يخليك. بيقولي لسه بتفرج والله. انا في المطار فبيقولوا لي بنتفرج على الفيديو، فاكرين الفيديو اللي هو ايام الفوضى والحاجات دي، الراجل الموتوسيكل اللي كان جاي عكس الطريق في اكتوبر، اللي قال لي ايه فيها ايه دي، اللي وقفت على كوبري اكتوبر جاي عكس. الفيديو ده مش عارفه عمل 50 مليون مثلا، وباقي حتى الان. الناس كلها كانت بتعاتبني ان انا في تلفزيون جديد، قلت لا، انا مش محتاجه ادافع عن نفسي، انا تاريخ. انا مش قصدي تاريخ ان انا تاريخ بمعنى تاريخ، لا، انا قصدي ان ليا تاريخ زي اي بني ادم. الحمد لله الحمد لله، انا شايفاه تاريخ مشرف وكله قوه وصمود وتحدي ومحاولات بائسه فظيعه لتوقيعي، والحمد لله محدش قدر، لان الله سبحانه وتعالى اكبر من اي حد. ف محمد سليمان بيقول لي احلى محتاله ولا ايه؟ شفتني وانا بحتال بقى يا محمد. انا احتلت ورحت بقى ضربت نفسي كمان سكاكين وكده. بص شرحت نفسي ازاي. انا مش احتلت بس، لا، ده انا جبت سنج وقعدت اقطع في وشي بقى كده وكده. انا كمان حاطه فول ميك اب دلوقتي، دهنه دوكو جامد. على فكره هي مش مساله السكاكين بس، بقول لكم بصه في الموبايل مش انا. يا رب. طيب انا طلبت منكم طلبين، هتدعوا لي لبكره ان الحق يرجع واخد حقي باذن الله. الحقيقه مش بس بعد ما القضاء يقولها، انا بقى هوريها لكم كلكم. شوف مين اللي بيكذب مين الصادق. الحاجه التانيه ان عايزاكم تعملوا شير للفيديو على قد ما تقدروا لو سمحتوا، عشان انا ما بعلنش عن المورينجا وما بعلنش عن اي منتجات. لو سمحتوا كل الحاجات اللي على الصفحات اعملوا شير لكل الناس في كل الصفحات، وكل ما تلاقوا فيديو او صورة محطوطة ليا على منتج او اكتبوا في التعليقات انهم ناس نصابين وان انا ماليش دعوة بالحاجات دي لو سمحتوا، لغاية ما ارجع بس اروح احضر المحاكمة دي وارجع باذن الله باذن الله باذن الله. هعمل محاضر لكل الناس دي باذن الله. دولي اشوفكم على خير باذن الله.